سلطاته ونتبع ادارته لهذا البلد. هذا ما اقوله. الاخوه الناشطين السياسيين الملتبسين او على الناس بانهم محللين او اشياء من هذا القبيل يروجون لفكره ان هناك اشخاص وان هناك رؤساء وان هناك رئيسين، وهذا كلام فارغ. هذا كلام فارغ ولم يصدر من سياسي في هذا البلد اي معنى يشير الى هذا التصرف او الى ان هناك رئيسين او الى ان هناك خليفه او هذا كلام فارغ. يعني لا يمكن حتى تقييمه سياسيا او مناقشته بشكل ما. النقطه اللي عايز ارغب كمان فاعلق فيها لاني كتبت فيها تحت عنوان اين جمال مبارك، في مساله محدده اقول لك وقت ان انه كان يجب ان يظهر في هذا التوقيت. اختفى. يعني الحسابات لديكم كمحللين وكناشطين سياسيين دي امور تخصكم بشكل او باخر. جمال محمد حسني مبارك ابن الرئيس الذي يتلقى العلاج في مستشفى هايدلبرج في ألمانيا، واخيه الاكبر علاء محمد حسني مبارك، والسيده الفاضله سيده مصر الاولى، اسره متكاتفه كما ارى من بعيد جدا ومتماسكه، ومفيش قدر من البرجماتيه السياسيه التي يسعى اليها تحليل الاخ ضياء او انه خياله يعني لا توجد هذه الافكار التي لا اريد ان اصفها بوصفها الدقيق في ذهنيه هؤلاء الناس. ابن مصري الى جانب اباه في مرحله العلاج. ببساطه شديده قراءتي للتصرف، هو كان بيتكلم بيقول انه وقت الجراحه بتاعت الرئيس ده كان الذروه يعني، لكن هو بيقول ان قبل كده مفيش اشاره من الرئيس مبارك انه جمال مبارك يبقى رئيس. هو بيقول كده. ده دقيقه واحده بس. انا بتكلم في هذا المساله. انا تحليلاته اصلها تفتقد الى هل هو تحليل ولا هل هو دعايه اخوانيه ولا هو دعايه هستيريه. يعني اصله قضيه ملتبس، ما هوش منشط وما هوش باحث وما هوش محلل وما هوش ضيف برامج. يعني انت ما تقدرش تمسكها، فعشان كده يعني المسائل تفتقد الى المصداقيه وبالتالي لا تدر وقتك في التقييم. انا بتكلم في نقطه محدده، مساله انه ببساطه شديده انه لم يترك اباه في هذا التوقيت وكان يجب عليه ان يترك اباه في هذا التوقيت. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ ملايين من المصريين لو قلت له انه انت دلوقتي والدك مريض، لا انا طبعا متفق في حته هيعملوا هذا التصرف ويقول لك يعني ليست مهمه اي اشغال اخرى في مقابل هذه المسائل. هو يظهر في الوقت ده ما كانش. واعتقد انه التصرف كان تصرفا منطقيا في اطار هذه الامور. وبما في ذلك يا اخي انه الاهتمام بالامر الذي يخصه كمان في جوانب اسريه اخرى. دعنا لا نخش في هذه التفاصيل لانه في نهايه الامر دي حياه اسريه. يعني انا اتكلم في اطار ما يتعلق بالرئيس. طيب هاخد سؤالين على عجل كده، انا قدامي دقيقه. تحت امر. في كلام كتير طبعا، حضرتك رئيس تحرير ومحاط بما يحدث في نقابه الصحفيين، وفي قانون جديد لنقابه الصحفيين، قانون جديد يعني المفروض ان في مناقشات ليه. في اتهامات كتيره انه السيد احمد عز عنصر رئيسي في ترتيب هذا القانون، في وضع هذا القانون. قالها الاستاذ يحيى قلاش عندنا هنا، قالها الاستاذ برضو ضياء رشوان. في النهارده اجتماع في نقابه الصحفيين مع بعض الاستاذ يحيى قلاش وبعض الزملاء. الاستاذ يحيى قلاش بيتكلموا في هذا. هتاخد دقيقه في السؤال ولا هتديني فرصه؟ ما انا كنت بس عايز اوضح لك الامر عشان الاستاذ يحيى قلاش رجل مستقيل من نقابه الصحفيين. مش عارف مجلس اداره نقابه الصحفيين ما طبقش عليه قواعد الاستقاله ليه لغايه دلوقتي. هم ما قبلوش الاستقاله. هو الاجتماع اليوم اللي هو زي كل اسبوع هي جلسه من 6 أو 5 أشخاص يتسامرون مساء الأربعاء فيما بينهم. يلقي الاتهامات بما يلقيه. أنا أدعوك، أنا ليست لدي معلومات عن هذا التدخل من أمين تنظيم الحزب الوطني في هذا القانون، والبينة على من ادعى، وإلا فأنا أدعوك لأن تسأل
الأستاذ يحيى قلاش عن أدلته في هذا الموضوع، وما هو مشروع القانون، وما هي في أمور كثيرة جدا. المشكلة أن أنا عدد كبير جدا من الزملاء الصحفيين يهبطون إلى الساحة ليتكلموا في السياسة ويتجاهلوا قواعد العمل الصحفي. من وماذا ومتى وكيف وما هو الهدف؟ يعني اعلن هذه الأمور، لا تبيع للناس خبر ناقص. ما فين الوثيقة؟ دليل. أنت تقول هل علينا أن نصدقكم جميعا؟ أنتم تقولون قرآنا يا جماعة. من يعلن كلام فليتفضل بأدلته عليه، وليس علينا أن نهرول وراءك لأنك قلت هذا الكلام. طيب البرادعي وعلامة استفهام. ظاهرة إلى أفول. إلى أفول والذين سوف يدفعونها إلى الأفول من أحاطوا بها في البداية. طب هل انت شايف انها ظاهرة إيجابية أم سلبية؟ والله تدريب سياسي كويس. يعني دفع بنفسه إلى الساحة لكي يفرض على الناس أن تمارس التمارين السياسية. ده تقييمي مع كامل الاحترام للدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل، إلا أنه حينما وصل إلى الساحة في مصر وطرح نفسه فرض علينا أن نقيم وأن نناقش وأن نحلل، وهكذا هي الصحافة في الغرب الذي عاش فيه 30 سنة. وجهة نظري أنه أتاح فرصة للمؤيدين والمعارضين المناصرين والحالمين والطامعين لكي يمارسوا ألعاب التمارين السياسية لمدة أشهر. أنا أتمنى أن هذا التمرين السياسي يستمر حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنني لا أرى طاقة تدفعه إلى أن يواصل. الماكينة ليس فيها ما يكفي لكي تواصل هذه الأمور. الشعارات نفس قصير، ما فيش طاقة. الطاقة ليس حتى الحراك اللي حصل ده والجدية اللي حصلت. أنا وجهة نظري أنه الذين أحاطوا بسعد الدين بمحمد البرادعي وبما بينهم كمان سعد الدين إبراهيم هم الذين سوف يستنفذون طاقته تلك ويدفعونه إلى أن ينزوي. هو أصبح عبء على مشروعهم، هم أرادوا استخدامه. وأنا مواصل على فكرة كتابة تحليلاتي في هذا الموضوع، ولن أتوقف إلى أن تثبت الحقيقة التي أدعيها من البداية، وهي أن هذه ظاهرة إلى أفول، والذين حولها والذين منها هم الذين سوف يدفعونها إلى أن تنتهي. إنه لأمر مشين. الأمر مشير حضوره ولا الأمر مشير إن هو؟ أنا يعني أتكلم عما يقوله أو يكتبه هو على موقع تويتر، يستخدم مثل هذه العبارة. فأنا أشخص الحالة التي يفعلها مناصروه حواليه دلوقتي بأنها أمر مشين استخداما لعباراته. يبقى أن أشكرك على وجودك، ويبقى أن أشكرك برضو أنك سواء إذا كنت مصيب لبعض المشاهدين، مخيب الآمال لبعض المشاهدين، فأنت مثير للاهتمام وليس مثير للجدل. قالوا لي الاهتمام أهم، فأنت مثير للاهتمام، وكتاباتك دايما بتحظى عندنا بكافة الرعاية والعناية. أستاذ جابر، أنا بسعد بلقائك وبسعد بلقاء مشاهديك. هذا زمان لا مكان فيه للفاترين ولا الذين يتخذون مواقف مائعة. أنا أعرض موقفي بوضوح وبصراحة ولا أخدع أحدا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله كمال، رئيس تحرير صحيفة روزا اليوسف. صفحتنا خلصت النهارده، نشوف حضراتكم بكره. نسيت أسأل على زينة، أخبارها إيه؟ صحيح زي الفل الحمد لله. زي الفل، ربنا يخلي لك ولادك. الله يخليك. صفحتنا خلصت النهارده، نشوف حضراتكم بكره. مصر دايما بخير، بناسها طيبين وشعبها المحترم. سلام عليكم.